بصراحة بقى لو لسه بتحضّريه بالطريقة العادية، اعرفي بقى إنِّك فايتِك كتير، قرنبيط بالطريقة العادية تاني مستحيل. يالّا نسمّي بالله ونبتدي على طول. أول حاجة معايا القرنبيطة بتاعتي، يعني يكون حجمها متوسط أو صغيرة، بس بأمانة لو صغيرة هتكون أجمل كتير. هابتدي بقى إن أنا أقطّعها بالطريقة دي، كل ما تقطّعيها قطع صغيرة كل ما هتكون أجمل وأحلى، بس المهم إن إحنا نشيل الجزء اللي فوق كده، ولو القطعة معايا كبيرة ممكن نقسمها ل2 أو 3 زي ما أنتِ شايفة كده. ولو لسه مكمّلة الفيديو معايا ما تنسوش تدعمونا بلايك ودعوة حلوة من قلبكم، والله بقى دعواتكم دي أجمل حاجة باشوفها في التعليقات، وبابقى مبسوطة جدًا وأنا قاعدة بارُد على التعليقات كده تعليق تعليق. حلة كبيرة بقى واملاها مَيّة واستنى لمّا المَيّة تسخن، أنزل في المَيّة دي بقى بمعلقة من الملح ومعلقة من الكمون، وهانزل بقى بقطع القرنبيط بتاعتي وأعد 3 دقايق بالضبط، وابتدي إن أنا أشيلها من المَيّة على طول. ومعايا طبق كبير فيه مكعبات من التلج ومَيّة ساقعة علشان أوقّف عملية السِوَى. أنا عايزة القرنبيط بتاعي يكون ني، يا دوبك كده أنزّله في المَيّة السخنة 3 دقايق بالضبط، هاسيبه بقى في المَيّة الساقعة دي لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هاصفّيه بقى كويس جدًا وأحطه على جنب. طبق تاني معايا بقى وهاحط فيه 1.5 كوباية من الدقيق، هاضيف عليهم نُص كوباية من النشا، وهاضيف كمان عليهم معلقة صغيرة من الملح أو نضبّط الملح براحتنا، هاضيف عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة، رشة صغيرة من الفلفل الأسود ودي اختيارية، معلقة من الكمون، معلقة صغيرة، وهنضيف معلقة كبيرة من التوم. أنا باستخدم هنا التوم الفريش بيكون طعمه أجمل كتير. هاضيف واحدتين من البيض، وكمان هاضيف كوباية من الحليب، وهاضيف كمان كوباية من المَيّة. طبعًا تقدري تحطي كل الكمية حليب أو كل الكمية بمَيّة براحتنا خالص، ولكن للأمانة لمّا بنحط الحليب بيكون طعمه أجمل كتير. هاقلبهم كويس جدًا، وأنا عايزة الخلطة بتاعتي هنا تكون خفيفة، ما يكونش سمكها تقيل، وما يكونش فيها كمان أي تكتلات. نسيت أحط معلقة صغيرة من الكركم حطيتها دلوقتي، وهاضيف بقى حوالي 3 معالق كبار من الشبت المفروم، وهاضيف كمان 3 معالق من الكزبرة. هاقلبهم مع بعض كويس وباوريكِ القوام هنا قد إيه بيكون خفيف. هاجيب طبق تاني واحط فيه برضه 1.5 كوباية من الدقيق، واضيف عليهم نُص كوباية من النشا، واضيف كمان عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدًا اوعوا تنسوها، واضيف كمان معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، وكمان هاضيف معلقة صغيرة أو نُص معلقة من البابريكا، ومش هننسى بقى نحط معلقة صغيرة من الكركم، وأهم حاجة معلقة بقى من التوم الباودر. أقلبهم مع بعض كويس وخلاص كده الخلطة الجافة بتاعتي جاهزة، ويالّا على طول بقى نبتدي. هاجيب بقى قطع القرنبيط بتاعتي وابتدي ان انا اعفرها في الدقيق الاول او الخلطه الجافه، وبعد كده هنزلها بقى في الخلطه السايله. بصوا انا بعملها ازاي بالمعلقه، وبعد كده بصفيها كويس جدا وبايدي كده او بصباعي بروح زقاها تنزل في الخلطه، عشان لو في شويه خلطه كده في المعلقه ما ينزلوش. وابتدي بقى ان انا اعملها كده او اعفرها كويس جدا، وابتدي ان انا اهزها بالشكل ده عشان تاخد الشكل الحلو ده زي ما انت شايفه كده. وقبل ما انسى بقى ما تنسوش تحملوا التطبيق المجاني اللي بجيب لكم منه كل الوصفات الحلوه اللي بتعجبكم دي، وفي وصفات تانية كتير بدون لحمة ولا فراخ، وأفكار كتير لسندوتشات المدارس، وكمان في عصاير. يعني كل اللي هتلاقيه وتتمنيه هتشوفيه في التطبيق ده. وأحسن حاجة إنك أول مرة هتحمليه بنت، وبعد كده هيكون موجود عندك في تليفونك تشوفي الوصفة في الوقت اللي تحبيه. هسيبلك الرابط بتاعه في التعليقات. خلاص كده خلصت بقى القرنبيط بتاعي، وابتديت إن أنا أجيب طاسة فيها زيت، وأول ما الزيت بتاعي سخن كويس جدا هنزل الحرارة للنص، وابتدي بقى أنزل بقطع القرنبيط زي ما انت شايفة كده لحد بقى ما تاخد اللون الذهبي الحلو. شايفين بقى الجمال؟ مقرمشه جدا وطعمها رهيب. الولاد لما شافوها كده ما كانوش مصدقين ان هو قرنبيط من جماله. بصوا بقى مقرمش جدا، ولما يبرد مش هيطرى معاكي ابدا، هيفضل مقرمش اول واحده زي اخر واحده. انتوا لازم تجربوا الطريقه دي بنفسكم وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. متهيألي بقى لو جربتوا تعملوه ده هتنسوا الطريقه القديمه دي خالص. بصوا بقى تعملوه بقى تقدميهم مع شويه كاتشب ولا شويه مايونيز، تعملوا له شويه سلطه طحينه، شويه سلطه بلدي، والله حتى لو عودين جرجير مش هيقول لا. شوفوا كمان من جوه عامل ازاي، مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه. انتوا لازم بقى تجربوا بنفسكم وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو.